بص كده القطة دي هتعمل ايه؟ انت اسرع حركة ممكن جسمك يعملها هي الرمشة، لحظة صغيرة جدا يمكن اقل من ثانية، بس في نفس اللحظة الصغيرة دي القطة ممكن توجه كذا ضربة بمخالبها وتفلك كأنها كانت متوقعة المستقبل في لحظة، او انها شايفة الحياة سلو موشن. احنا بنشوف شكل الافعى زي الكابوس، كائن بيضرب بسرعة مرعبة، لكن القطة بتشوفها كأنها لعبة مملة. والله زي ما بقولك الافعى بتضرب بكل قوتها، والقطة تكون شايفة الضربة جاية من بدري، تتفادى الضربة وتلف وتضرب وتجري. زي ما قلت لك كأن العالم كله متصور سلو موشن، وده مش استعراض، ده نظام عصبي معمول بدقة مرعبة. الشارب بتاعها مش مجرد شعر، ده رادار، وودانها أجهزة إنذار، عضلاتها جاهزة قبل أي قرار. والأغرب إنها في لحظة الخطر جسم القطة أحيانا بيتحرك قبل ما مخها يفكر، يعني الإشارة العصبية بتوصل للعضلات فورا، تنط وتجري، وبعدين بقى يبدأ المخ يفهم ايه اللي حصل. عشان كده بقى مش كل كائن ضعيف لأنه صغير، دي مخلوقات ربنا اداها نعمة إنها تسبق الخطر قبل ما يوصل لها. ويمكن دي حكمة لينا، إن مش دايما النجاة للأقوى، أحيانا النجاة للي يحس بالخطر قبل ما الكون كله يصحى عليه. فكر فيها على مهلك.